السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هقول لكم مواعيد نواة اسكندرية 2024. تبدأ النواة في شهور نهاية السنة بنوة غسيل البلح في 30/9، بتستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة. عندنا نوة رياح الصليب بتيجي في 20/10، تستمر لمدة 3 أيام. وبعدين نوة المكنسة في 16/11، بتستمر لمدة 4 أيام، ودي بتبقى من أشد النوات، يصاحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية. وبعدين في 22/11 بتتعرض اسكندرية لباقي نوة المكنسة، وبتستمر ل4 أيام مع أمطار ورياح شديدة. أشد النوات في شهر ديسمبر نوة قاسم، بتيجي في 4/12، بتستمر لمدة 5 أيام، بيصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة. وبعدين نوة الفيضة الصغيرة يوم 19 ديسمبر، وبتستمر لمدة 5 أيام. نوة الميلاد بتيجي في 23 ديسمبر، وبتستمر لمدة يومين. نوة راس السنة بتيجي في 2 يناير، وبتستمر لمدة 4 أيام، وبيصاحبها رياح غربية ممطرة. نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير، وبتستمر لمدة 6 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار. نوة الغطاس بتيجي في 19 يناير، وبتستمر لمدة من 3 إلى 5 أيام، ويصاحبها رياح شديدة ممطرة. نوة الكرم بتيجي يوم 28 يناير، وبتستمر لمدة 7 أيام، ويصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة. نوة الشمس الصغيرة بتيجي على اسكندرية في 18 فبراير، وبتستمر لمدة 3 أيام، بتكون فيها رياح غربية وأمطار غزيرة. نوة السلوم بتبدأ في 2 مارس، وبتستمر لمدة يومين، وبتكون ممطرة ورياح قادمة من السلوم. نوة الحسوم تتعرض ليها اسكندرية بداية من 9 مارس، وبتستمر لمدة 7 أيام، وبتكون فيها أمطار. وبعدين بتيجي نوة الشمس الكبيرة، بتكون في 18 مارس، وبتستمر لمدة يومين، بيكون فيها رياح شديدة ومبتكونش ممطرة. نوة عوة وبرد العجوزة آخر النوات الشتوية، بتيجي في 24 مارس، وبتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شديدة. دي كانت آخر النوات، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي.